دي صورتي انا وصديقي احمد في الطيارة واحنا مسافرين تركيا، ودي صورتنا فوق جبل من جبال تركيا. في الغالب انت ما خدتش بالك ان الصور دي ملعوب فيها ومش حقيقية. الصور دي انا عرضتها للناس عارفين ان احنا الاتنين وعارفين ان احنا ما سافرناش، ومع ذلك تقبلوا الصور دي كأننا سافرنا وما قلنا لهمش. تعالى اوريك اصل الصور دي. الصورة دي اصلها الصورة دي خليت الاي اي يشيل الباك جراوند ويحطنا في الطيارة، والصورة دي اصلها الصورة دي خليت الاي اي يشيل مصطفى ويشيل الباك جراوند ويحطنا فوق الجبل. الاي اي سهل عمل الصور وتعديل الصور بشكل رهيب جدا، مع انه يدوبك لسه في البداية. بعد كده لما يتقدم اكتر هيبقى صعب جدا ان انت تحدد الصور المزيفة من الصور الحقيقية. الموضوع بقى بسيط جدا دلوقتي، يدوبك احنا بنخش على السايت نرفع الصورة ونقول له احنا محتاجين ايه فهو بيعمله لنا على طول، وهو ممتع جدا. تعالوا نشوف. موقع firefly.adobe.com احد منتجات شركة ادوبي، موقع جميل جدا استخدم الاي اي في تعديل الصور. الموقع لسه تجريبي وفي اقسام لسه ما اشتغلتش، ان شاء الله لما تشتغل هنعمل فيديو تاني بكل الاقسام. لازم نعمل ساين اب ممكن بايميل جوجل عشان نعرف نستخدم الموقع. هنبدأ بجينيريتيف فيل. ندخل، دي بعض النماذج. هنعمل ابلود لصورة، دي صورة هنعدل فيها، هنحاول نشيل اللمبة اللي فوق ونشيل الحاجز. هندوس على ريموف وبعد كده نعلم على اللمبة ونعلم على الحاجز، الحاجة اللي احنا عايزين نشيلها. وبعد كده نقول له جنريت. هيجيب لنا 3 صور نقدر نختار ما بينهم، او ندوس مور فيجيب لنا 3 تانيين. كده هو شال الضوء اللي فوق شال الحاجز. نقدر نحط اي صورة ونعمل ريموف ونشيل منها اي حاجة احنا عايزين نشيلها، وهو بيحاول يعوض مكانها بحاجة تانية شبه المكان اللي حواليها. لو عايزين بقى نضيف حاجة للصورة ندوس insert ونختار المكان اللي هنحط فيه الحاجة ونكتب تحت. انا هكتب مون مثلا، فجاب لنا رسمة قمر وحطها وادانا برضو 3 صور. او ندوس مور لو عايزين صور تانية. عايزين نشيل الباك جراوند هندوس على زرار الباك جراوند هيشيل الخلفية كلها وهيسيبنا انا بس. احنا ممكن نستخدم العربي في فايرفلاي. فدلوقتي بعد ما شلنا الخلفية انا هكتب فوق الجبل، فهيحاول يحطني فوق الجبل. اهو جاب لنا 3 صور، 3 صور حلوين. ممكن ندوس مور. نرجع تاني للموقع ونخش على تكست تو ايمج. تكست تو ايمج هنكتب له كلام وصف فهو يطلع لنا صورة. دي نماذج، ممكن نخش على اي نموذج ونكمل عليه. دخلنا على النموذج دوت عندنا 4 اشكال. همسح الكلام اللي مكتوب وهكتب عايزه يعمل لي صورة للاهرامات بالليل وفي قمر في السماء. عمل لي صورة شبيهة قوي بالصورة الواقعية. القائمة اللي على اليمين دي كلها اختيارات، اي اختيار منهم بيأثر في الصورة. اختار هنا ارت، وهنا ممكن اغير المساحة بتاعت الصورة او طريقة عرض الصورة. وهنا هختار بلاك اند وايت واعمل جنريت، جابها لي ابيض واسود. ارجع تاني، هنا اقدر اعمل داونلود او اعمل سيف. اول اختيار ده جنريتيف فيل، دي هياخد الصورة عشان نعدل فيها بقى زي ما عدلنا في الصورة الاولانية. تاني اختيار شو سيميلر، هيجيب لنا صور تانية قريبة من الصورة ديت. دي صورة انا كنت مطلعها للاهرامات، ودي بعض الصور انا كنت عملتها. نرجع تاني للموقع نخش على القسم الثالث تكست افكت. هنا هنختار شكل الحروف وهنبتدي نكتب كلمة فهي تطلع لنا بالشكل اللي احنا اخترناه. ودي كلها نماذج وممكن نكتب حاجة من خيالنا. اخترنا النموذج دوت وكتبنا ايمن فطلع لنا ايمن بالشكل ده. وهنا 4 اختيارات ب4 اشكال، دي الاشكال اللي عنده. وهنا
بزود التأثير او اقلل التأثير. كده انا زودت التأثير، تلاقي التأثير طلع بره الحروف. من هنا هغير الباك جراوند، وهنا هجرب اكتب حاجة تانية. هكتب ليون فهيطلع لي شكل الاسد في الصور. اختار شكل تاني، ممكن اكتب مون مثلا فهيطلع لي. ومن هنا اقدر اعمل داونلود او حفظ. هي دي الصورة اللي طلعت لي، وبيبقى فيه العلامة بتاعة ادوبي. موضوع جميل جدا وممتع، خشوا جربوا واستعدوا للي جاي. متنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد، واستنوا الفيديوهات اللي جاية عن ال AI وعن السمارت هوم. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.